اكسجين تمام. فمنطقة الزبداني ومنطقة مضايا وبلودان، مثلا شارع التكية، نهر بردة، الروض، شو مي في الروضة. الروضة متجنن فيها. ايه والروضة كمان. بيطلعوا عليها السياحة. ايه السياحة، والواحد يروح على هنيك يعني بتجنن. اروح حارة الضبع باب الحارة، نفسي تصور هناك. والله رحت يا جماعة الخير، رحت السنة الماضية ورحت صورت هناك. يا بس هنيك يعني خلاص ما عاد في لا باب ولا حارة ولا شيء. فأنا ما بعرف إذا مثبت القصص بالأرشيف عندي. لما رحت على هلا بتأكد إني أنا إذا مثبت هذا الشيء بالأرشيف ولا لا. تمام. إنه لما رحت على باب الحارة وصورت، فضررت كثير أثناء الأحداث باب الحارة. يعني صارت عبارة عن دمار وكل شيء على الأراضي. أما إني أنا أروح لهنيك بشوف يعني إذا صح لي مشوار لهنيك ومريت مناح مثلا باب الحارة، فأكيد بصوركم. فهي صايرة شوي هيك هي صايرة على طريق المطار بالغوطة. هي صايرة. شايفين يا جماعة الخير؟ هذا أنا، هذا الحكي من سنة، تمام، أكثر من سنة يمكن، أو أظن سنة. فشايفين كيف باب الحارة لما رحت عليه؟ هذا جامع اللي دائما هيك يقدم فيه شيخ عبد العليم. هي اللي وراي دكانة أبو عصام، هي ليك هي دكانة أبو عصام الحلاق. هي فكانت عن جد كتير بتجنن وحلوة. ومثل ما شايفين هلا طبعا هذا أنا، هي باب الحارة. هون عيد اليسار أب مرزوق، دكانة أب مرزوق الخضرجي. فشايفين كيف الوضع باب الحارة؟ شايفين حبايبي؟ هي. وانا لما رحت لهنيك الصراحه كثير حزنت وزعلت وقتها، لانه كانت كثير حلوه وجميله. انا كان عمري 9 سنين لما رحت زرتها لباب الحاره. كمان زرتها لاول مره بحياتي كان عمري 9 سنين وكانت بتجنن. وفتت وقتها صورت بمضافه ابو شهاب ويعني فتنا فيه. ما بدنا نشوف هاي البيوت من الداخل كيف ممكن تستأذن شخص يفرجيك اياها. يا جماعة الخير هدول البيوت بيوت ناس، يعني هدول بيوت مسكونة، بيكون في جوا أطفال ونساء، يعني عائلة. يعني عرفتوا كيف؟ صعب للصراحة إني أنا بفوت على بيوت العالم وأورجيكم هالبيوت من جوا. بحس إنه ما بيمشي الحال تمام، لأنه ممكن في عالم ما بتقبل هذا الشيء، عرفتوا؟ أو يعني مو غلط، ممكن اسأل كذا، ممكن في حدا منهم يرضى، بس إنه يعني بحط احتمال انا يعني 95% انه ما يصير هذا الشيء، لانه هذا الشيء طبعا بيضل او بيرجع للعالم، لانه هذا الشيء خصوصي انه نحن نفوت مثلا على بيوت العالم او نستأذن منهم ونقول لهم او يعني في مجال اذا فينا نصور وهيك نورجيكم. بس ما بحس هذا الشيء صعب، عرفتوا؟ هلا البيوت من جوا بالحارات القديمه هي بتضلها يعني بيوت قديمه وبيوت حلوه الصراحه، تمام، يعني بضلوا اجزاء قديم. عاد على حسب اذا ممكن في عالم بيكونوا يعني مجددين الاجزاء من جوا، شرط ما شرط هو العمار قديم، بس شرط انه البيت من جوا ما يكون كمان قديم، يكون مثلا كاسينو جديد، عرفتوا؟ ف مثل ما شفتوا انا في بعض الصور اللي نزلته لما كنت بكوفي، تمام، هذا الكوفي حاطط كل شيء اشياء عباره عن كل شيء قديم. يعني مثل ما شفت البابور، الصفرطاس، الصواني، الطاولة اللي صورتها جوا، مثلا البحيرة اللي بالنص. فهذا الشيء يدل انه على كان هيك، يعني هيك كان كل شيء قديم، كان كل شيء بسوريا هيك كانت الحياة. فأظن يعني الحياة سوريا القديمة كانت بتجنن. يا جماعة الخير، المكان اللي وراي هذا مكان الصلية بالتركمان. لما رحت أنا ورفيقي بلول ورجيتكم إياه آخر مرة، وآخر مرة لما رحت عليه كانت رابع مرة بروح عليه، تمام. بس أول مرة لما رحت على هذا المكان رحت عليه من سنة وشوي أنا والشباب، كنا 4 أشخاص، كنا طالعين مثل رحلة تخييم، تمام. شوفوا لما هون وصلنا الصبح تقريبا على الصلية بالتركمان وسوينا، او كنت انا اخذ معي العده تبعي، عده التخييم. شوفوا المنظر، شايفين المنظر؟ حطينا الخيمه هون، مدينا مد العربي، حطينا الطاوله هنيك وكرسيين، تمام. ووقتها والله سوينا كبسه وسلطه
وقعدنا وشبعنا واكلنا بزر وسوينا شاي وكان العده كامله، عده التخييم كامله. شوفوا شايفين حبايبي، شايفين من هون تتذكروا لما نزلت انا وياه من هون من هذا المكان لتحت، وقفنا هون ورحنا صورت لكم هنيك. فهذا المكان الصراحه يعني انا بالنسبه لي هذا اكثر مكان بعشقه بسوريا، لانه بيقولوا عنه مالديف سوريا هذا المكان. تمام، فالمكان جدا رهيب يا جماعه الخير. شوف الصوره هلا راح انزل لكم اياها ما بعد هذا الستوري. لا شوفوا هي الصوره، شايفين هون وقتها جبنا شمسيه حطيناها فوق الطاوله، شايفين كيف صارت جلسه، والخيمه حطيناها هون نمنا بقلبها، كنا 4 أشخاص ووسعتنا والزياده. وكان الصراحه شعور لا يوصف، اقسم بالله كانت هذيك الايام كثير حلوه وشعور لا يوصف. شايفين رهيب كان المكان. شايفين حبايبي هلا الرز وحليب شو صار فيه عنا هون؟ برد شوي. تمام، يعني الافضل كمان نخليه يبرد شوي وبعدين بنحط بالبراد. الامور طيبه. هلا انا يا جماعه الخير شوي وبدي اطلع لبرا. تمام، لانه حتى ست الوالده رايحه كمان هيك سهره لعند رفقاتها، فانا كمان طالع مع رفيقي مهند نشوف هيك بركي بعمل لكم جوله بالشام. يا جماعه الخير سوينا شاور سريع والشعرات على السريع سويته، لانه قال لي مهند قال لي يلا ومنزل لبكني، ما عاد عرفت كيف بدي اسوي شعري وما عاد عرفت كيف بدي اركز حالي، فجينا عبي بترول كرمال نطلع. قديش اللتر اليوم؟ ها؟ دولار ولا سوري؟ الدولار والسوري قديش اللتر اليوم؟ 85 الدولار 85 سنت، يعني الا دولار، اقل من دولار اللتر البنزين 85 سنت. اما على السوري قديش بيطلع السوري؟ 85 سنت 11,220 11,000 اللتر البنزين. ها هي شو هي؟ مو قلت لها هيك احسن، هيك صورة المخلوع هذا. يلا نعمل كزورة انا وصاحبي.